السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر ارفع التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه انتون ليرن تيتشنج ايجاس 3 اند 40. التطبيق ده مساحته 9 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده خاص بالتعليم. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تعلم ابنك الرياضة، العلوم، التاريخ، اللغات، اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية. بتقدر تعلمه كل حاجة على التطبيق ده. تطبيق مهم، تطبيق مفيد، تطبيق بيساعدك ان انت تذاكر لابنك، بيساعدك ان انت تعلمه حاجات جديدة في التاريخ، في الموسيقى، في اللغات. كل الحاجات دي التطبيق بيقدر يساعدك فيها. التطبيق ده افضل حاجة فيه ان هو مجاني بدون اعلانات. ما بتحتاجش ان انت تشتري التطبيق، ما بتلاقيش اعلانات مزعجة. بتقدر تشغله بدون انترنت. كل الحاجات دي بتقدر تستفيد بيها من خلال التطبيق. بتقدر ان انت تعلم ابنك من سن 3 سنين او 4 سنين لحد سن 14 سنة على حسب المرحلة السنية. بيبدأوا معاه من اول تعليم الحروف اللي هي ألف ب او A B C والحروف دي. وفي الرياضة مثلا بيبدأوا معاه من الأرقام 1 2 3 1 2 3. في العلوم برضو بيعلموه، في اللغات بيعلموه، في الألماني، في الإنجليزي، في التاريخ، كل حاجة بيقدر يتعلم، بيقدر يستفيد منه. بيقدر ان هو بيكون الطفل الصغير بيكون ليه تعليم غير الطفل الكبير، لان الطفل الصغير ما بيكونش فاهم، فبيكون التعليم ليه عبارة عن ألعاب، عبارة عن ألغاز وحاجات. هو يحاول ان هو يخلوه يفكر، هو اللي يحاول ان هو يعرف يستجيب ازاي، او يعرف ان هو يحل السؤال عنده ازاي. طبعا كل ما السن بيكبر كل ما درجة الصعوبة بتكبر معاه او بتكتر معاه. بس كده، ده بالنسبة للشرح. التطبيق تطبيق كويس جدا، يعتبر مفهوش عيوب خالص، محدش اشتكى منه خالص من الناس اللي حملوه. وبس كده، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في كومنت لك شفت ميزة او قبل التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.